want to give my personal thanks to Dr. Tahir Abdel Nasser, who is Professor of English and Comparative Literature at AUC and has acted as the chair of the committee. Dr. Shireen Abdel-Nagar, who is the Professor of English Literature at Cairo University. Dr. Hussein Hamouda, who is Associate Professor at the Department of Arab and Islamic Civilizations at AUC. Dr. Mona Tolba, who is apparently stuck in traffic at the moment, but we hope will join us shortly, who is Associate Professor of Arabic Literature at Ain Shams University, and Mr. Abdul Wazam, who is Literary Editor of Al Hayat newspaper, who unfortunately cannot be with us this evening. It gives me great pleasure to announce that the Naguib Mahfouz Medal for Literature is awarded this year to Khalid Khalifa's novel, No Nights in the Kitchens of the City, published by أعرف بأن أوهامي قد انتهت حين اكتشفت أننا أشخاص ضعفاء إلى درجة كبيرة غير قادرين على مساعدة طفل نازح في المخيمات وإعادته إلى دفء منزله أو جثة رجل قتله القناص لمروره الخاطئ من المكان الخاطئ في الوقت الخاطئ، لكنها في الوقت نفسه أزالت عن عيني غشاوة كنت لا أجرؤ على الاعتراف بها. نحن نعمل في الهشاشة لأننا نصنع الجمال، نساهم بجعل حياة البشر أقل وحدة وقسوة. لا ننصر مظلوما، لكننا نساعده على أن يستجمع قواه ويحارب من أجل قضيته. لقد بدأت الرواية العربية تحفر في الذات والمجتمع متخلية عن الإنشاء لصالح السرد والنثر الحقيقي مع معلمنا الكبير نجيب محفوظ. نجيب محفوظ الذي علمني معنى المثابرة، معنى قوة الكتابة وألمها، كما علم أجيالا من قبلي، وسيكتشف من سيأتي من بعد جيلنا الكثير. أيتها السيدات، أيها السادة، لم أكن أتخيل أنني سأكون هنا تطوق عنقي ميدالية المعلم الكبير نجيب محفوظ كما طوقت عنق كل الروائيين العرب. طوق هو عنق كل الروائيين العرب بإرثه الذي تركه لنا. شكرا لجنة التحكيم، شكرا لحضور الكريم، شكرا للجامعة الأمريكية في القاهرة الجهة الراعية لهذه الجائزة، وللقاهرة التي ستنهض وتعود مرة أخرى الأم الكبرى لكل عشاقها، وأنا واحد من هؤلاء. خالد خليفة. شكرا. الحقيقة عدة قراءات لهذه الرواية ممكن ان احنا نقرأ خريطة الوطن العربي. أنا سعيدة أن خالد خليفة حصل على هذه الجائزة. خالد كاتب متمكن وبيحفر في طريق الكتابة بنقول بإيه؟ بالحبر وبالدم، وهو للأسف ما قدرش يكون موجود النهارده. احنا بنقول له يا رب يا خالد تكون شايفنا، احنا فرحانين بيك ومستنيينك.